أيها الموجوع صبرا إن بعد الصبر بشرى. أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا. أيها المكسور قل لي هل يديم الله كسرا. يا كسير القلب مهلا إن بعد العسر يسرا. السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل يوم بنزل فيديو بشتاق لكلامكم الجميل ولتعليقاتكم الجميلة اللي بتديني طاقة وأمل في الحياة. أهلا وسهلا بيك يا ست الكل، ربنا يسعدكم دنيا وآخرة ويجعل سعادة الدنيا بين ايديكم وتحت رجليكم، امين يا رب العالمين. فيديو روتين جديد من قناة حياة دودي البسيطة وبناتها، ان شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبك، تستفيدي منه، تاخدي منه افكار، بنتكلم مع بعض في الامور الحياتية. طبعا بشكر وبرحب بكل حبايبي الجداد اللي نوروا القناة، اهلا وسهلا بيكم. هنا يا بنات زي ما انتم شايفين انا عامله لكم على نور الصباح، ده كده النور بتاع الصبح. ما حبيتش ان انا اشغل اضاءة خالص، حبيت ان اخلي كده الاضاءة على الطبيعة. عايزه اقول لكم الجو الصبح بيبقى حلو قوي، بيبقى فيه كميه نشاط رهيبه جدا. بس انا يعني عشان بقالي فتره كبيره ما خدتش اجازه، فلما باخد اجازه بحب انام الصراحه. يعني بحب انام شويه وبعد كده اقوم اعمل الشغل بتاعي. النهارده هقولك على شويه عادات كمان تتبعيهم الفتره الجايه، علشان نستغل بقى موسم تنظيفات الشتاء ده، ان احنا ننظف بيتنا ونخلي بيتنا كده ان شاء الله يبقى زي الفل معانا. ونيجي ايام الشتاء يا دوبك يبقى من المذاكره للدروس للمدرسه للشغل، طبعا لو حضرتك موظفه، ونبقى يعني الى حد ما الدنيا هاديه عندنا والبيت كده فيه طمانينه وسكينه. طبعا بشكركم جدا على ان الموضوع بتاع التجاهل في الفيديو بتاع امبارح عجب حضراتكم جدا، وناس كتيره طبعا علقت لحبايبي. كل ارائكم تحترم، ودايما يا بنات لازم ناخد النصيحه والمشوره من بعضنا، مش عيب ابدا ان حد يكون عنده فكره عن حاجه معينه يقولها، واحنا يعني نزود شويه اضافات اللي عندها حاجه تفيد التانيه بيها. وطبعا خيركم للناس انفعكم. علشان تبتدي يومك صح، وعلشان تبتدي كده يعني تدخلي على الحياة كده بتفاؤل وأمل، لازم تعملي لك فطار متين. الفطار الحلو اللي انتوا شايفينه طبعا ده السوسيس اللي احنا كنا عاملينه مع بعض يا بنات. اللهم اللهم بارك، طعمه حلو جدا، بقاله حوالي اكتر من 10 ايام معانا في الفريزر، طعمه ما غيرش، شكله ما غيرش. روحوا شوفوا الفيديو ده يا بنات لو انتوا ما شفتوهوش، ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبك. طبعا هنا خلاص خدت الفطار بتاعي وفطرت، والكلام ده كان حوالي الساعه قولوا 10 كده، يعني كانت الساعة 10 الصبح. وديت عيالي المدرسة شوية، وطبعا رجعت نمت شوية، وبعد كده قمت اشتغل. انا عارفة طبعا ان شغلة البدرية منسية، وعارفة ان احنا لما نخلص الحاجة بدري نقعد بقية اليوم مستريحين. ولكن لو انت ست موظفة زي حالاتي كده، هتصدقي ما تلاقي فرصة قدامك تاخدي فيها اجازة وتنامي شوية. انا بالنسبة لي فضلت ان انا انام واريح جسمي على ان انا اقوم اشتغل بدري. المهم، هدخل بعد كده على الجزء التاني من تنظيفات الشتاء معاكم. والنهارده هنتكلم في موضوع لبس الشتاء، علشان امبارح كنت متكلمه فيه في حاجه صغيره كده، ففي ناس كتيره ما خدتش بالها من الموضوع. وكمان هنتكلم عن الحاجات الاساسيه اللي ممكن نستغلها الايام دي طالما عليها عروض، ونبتدي ان احنا نجيبها علشان تفضل في بيتنا كده، ويفضل بيتنا دايما مليان بالخير. ودايما يا بنات دعوتكم من ربنا ان ربنا يخلي بيوتكم مستوره، يبقى فيها دايما الخير كله حتى لو احنا معناش فلوس. طبعا انا هنا بستخدم مزيل الدهون، اللي هو مزيل الدهون الخفيفه من شركه لاستر اللي قلت لكم عليه. ابتدي بقى اخد الجزء التاني من تنظيفات الشتاء، وهي بقيه الاجهزه اللي عندي. انا حبيت ان انا اخدها حاجه حاجه، وزي ما قلت لكم العادات اللي تتبعيها حضرتك في التنظيفات، اول حاجه ان انت تبتدي حاجه حاجه. ما ينفعش ان احنا نكركب كل حاجه على بعضها ونقول انا هعمل البيت كله مره واحده. اولا هتتعبي صحتك، هتتعبي نفسيتك، وهتتضايقي، وفي ثواني هتلاقي اللي عملتيه باظ، لانك هتبقي عاملاه بكربجه كده، وعاملاه وانت تعبانه، مش عاملاه بفن زي ما بيقولوا كده، وعاملاه يعني ايه، برواقه. الحاجه اللي بتعمليها برواقه دايما تاكدي مليون في الميه ان هي هتطلع احسن الف مره من الحاجه اللي انت بتعمليها وانت عندك ضغط عصبي، وانت عايزه تخلصي عشان تذاكري الولاد، الكلام ده كله. بالنسبه بعد ما خلصت بقى البخاخه، دهنت الشفاط وسبته، ابتدي اعمل غساله الاطباق تنظيفه عميقه. غساله الاطباق دي يا بنات اللي سالوني عليها، هي اسمها بيكو 14 فرد، ممتازه جدا جدا. خدمه الصيانه لما بعد البيع ممتازين، يعني مش عايزه اقول لكم ان الناس لما حصل عطل وطلبناهم قعدوا حوالي ساعة 10 ايام مثلا، ولكن جم وشافوا العيب اللي فيها، لان هي لسه في الضمان، وغيروا لي الحاجه اللي كانت بايظه.
الغسالة حلوة جدا وممتازة جدا، ولو حضرتك إمكانياتك تسمح إن انت تجيبي غسالة زي دي فأنا طبعا أنصحك ممكن تجيبوا الحجم الصغير. بس أنا بما إني يعني بحب أجيب، فدايما بحب أجيب الجهاز الكبير أو الأجهزة اللي بتاخد حاجات كتير. بما إني هدفع كده كده، وأنا كنت بدفعها قسط، الحمد لله قسطها خلص. كانت عاملة 8000 جنيه يا بنات، وهي ممتازة جدا، ويمكن كلمتكم عنها في يعني فيديو من كام مدة كده. فهي حلوة أوي. باعمل لها تنضيفة عميقة إزاي، كل شهر أو شهر ونص بابتدي إن أنا أغسلها غسلة حلوة كده بالكلوركس الألوان، أو بشوية كربوناتو وخل، أو بشوية بيكنج باودر وخل، أي حاجة كده دي بتعمل لها تعقيم. أنا يعني استسهلت النهاردة وقلت هعملها كده بالكلوركس الألوان مع المية، وابتديت إن أنا أدعكها بالفرشة بتاعة أيكيا، ودي من الفرش الممتازة جدا جدا برضو اللي أنا جبتها وحابة إن أنا أفيدكم بيها. هي ما كانتش غالية وقت ما أنا اشتريتها، كانت تقريبا عاملة 50 جنيه، الله أعلم دلوقتي بقت بكام. ولكن هي من الحاجات الحلوة قوي. غسلنا جوه الغسالة خلاص وظبطنا الدنيا، هي مش محتاجة ملح ولا زيت، لو كانت محتاجة ملح أو زيت كنت هحط لها. المهم يا بنات دلوقتي إن أنا ابتديت أعمل الفلتر بتاع الغسالة. فلتر الغسالة ده مهم جدا إن انت تنضفيه. مهم جدا ليه؟ لأن هو بيلم الدهون كلها اللي بتكون جوه الأطباق بتاعتك. الغسالة دي يا بنات الحمد لله والشكر لله بتغسل أطباق، بتغسل حلل، بتغسل معالق، كوبايات، أي حاجة تبقى قابلة إن هي تدخل غسالة الأطباق. بالنسبة للحلل الجرانيت يعني ما يفضلش، أنا دلوقتي بحطها فيها لأن هي طبعا خلاص يعتبر في منها قشر، ولكن يفضل إن أنت ما تحطيهاش في غسالة الأطباق، لأن هي الحاجة بتفضل يعني بتفضل سايبة المية عليها لو ما فتحتيش الغسالة. بيفضل البخار بتاع المية عامل نقط كده على الحاجة، فالنقط اللي بتفضل على الحاجة دي بتبتدي إن هي تنقرها. لكن لو حضرتك ضامنة إن بعد ما تغسليها تطلعيها على طول وتنشفيها، او تفتحي باب الغساله وتسيبي الغساله يعني تطلع البخار اللي جواها علشان ما يعملش ميه على المواعين، المواعين هتبقى معاكي زي الفل. اللهم بارك يا بنات، نظافه. ما بشيلش هم المواعين ابدا، لما بكون مستعجله بروح حاطه كل المواعين جواها كده، وبتريحني طبعا. في شويه المواعين بغسلهم على ايدي، بس الكميه الاكتر والاكبر بتبقى لغساله الاطباق. بالنسبه لمسحوق غساله الاطباق انا بستخدم يا اما فيبا يا اما فانش. فانش اللي هو 3 في 1، ودلوقتي سعره غالي جدا ففي منه بديل يعني اللي هو فيري. انا ما جربتش فيري الصراحه ولا مره عشان ما اضحكش عليكم. كنت على طول بستخدم فانش، وما زال لسه عندي من فانش، وعندي فيبا. فيبا مسحوق، فيبا ملمع، وفيبا ملح، ممتازين جدا جدا. في كتير قوي تعليقات جات لي يا دودي الفيبا وحش في غسالة الاطباق. لا يا بنات والله عن تجربة شخصية ممتاز جدا جدا جدا. انا جربته، وده تقريبا دلوقتي بقالي سنة بستخدم مسحوق فيبا وملح فيبا، وكمان بستخدم اللي هو الملمع اللي هو الزيت بتاع فيبا، فممتازين جدا جدا. انا انصحكم ان انتوا تجيبوهم، واسعارهم طبعا الحمد لله الى حد ما برضو رخيصة، لان هي شركة مصرية. بعد كده قلت لما اعمل تنظيفة عميقة برضو لغسالة الهدوم بتاعتنا. وطبعا غسالة الهدوم انتوا عارفين بعمل لها دورة بالخل، بتبقى ممتازة يا بنات. دورة الخل بتنفع في اي غسالة، سواء غسالة عادية او غسالة اوتوماتيك. زقيت بقى الغسالات من مكانها وسيقت وكنست تحتها، ودي طبعا اهم حاجة ما بعملهاش غير كل تنظيفة موسمية، عشان طبعا يعني اقول لكم الصراحة انا بتعامل معاكم والله يا بنات زي ما بعمل في بيتي بالظبط. بحب ان انا اشجعكم وناخد افكار كده من بعض، وبنحب ان احنا دايما نكون عون وسند لبعض. طب تعالوا نعمل الغدا وبعدين نكمل. الغدا الاقتصادي بتاعنا اللذيذ النهارده هيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن كريب اقتصادي. كل ولادنا بيحبوا الكريب، وبنروح نشتريه من بره ب70 و80 جنيه قطعة. انا النهارده باربع كوبايات دقيق واربع كوبايات ميه ومعلقه ملح هعمل لكم 16 وحده كريب، والله 16 وحده كريب مقاس 32. اللهم بارك يا بنات زي الفل. انا حطيت في الخلاط 4 كوبايات ميه، 4 كوبايات دقيق، ومعلقه ملح، وضربتهم في الخلاط ضربه كويسه. بس طبعا في الخلاط تحطي الميه الاول قبل الدقيق. بعد كده جبت المصفى بتاعتي وصفتهم علشان ما يبقاش فيهم اي شوائب خالص، وهبتدي ان انا اركنهم مع بعض كده يستريحوا حوالي 10 دقايق ربع ساعه، على ما اعمل التتبيله او الحاجه اللي احنا هنحشيها بيها الكريب النهارده، وهي الاستريبس. طب الاستريبس يا دودي هتعمليه ازاي؟ كنت مقطعه معاكم حوالي 300 جرام من صدور الفراخ، كنت مقطعاهم ستريبس. هنبتدي ان احنا نعمل تتبيله بالزبادي والليمون وشويه الملح، شويه الكاتشب، شويه المستردة، والبهارات بتاعتنا اي بهارات حضرتك تفضليها. انا مش هقيدك بنوع بهارات معين. انا مش برضو يا بنات مش من الناس اللي بتحب يبقى عندها بهارات كتير. انا بعمل برطمان واحد بس فيه بهارات متعدده. ان شاء الله باذن الله في تجهيزات الشهر هحاول اعمل لكم بهارات دودي تاني. وبالنسبه لحبيبتي اللي طلبت مني كفته البسارية،
ان شاء الله باذن الله هعملها لك. انزل بس السوق والاقي بسارية واجيبها لكم واعملها لكم على طول. وطبعا بشكر كل حبايبي اللي بيجربوا الوصفات بتاعتي وبتعجبهم وبيبتدوا ان هم يعتمدوها. طبعا دي حاجة تشرفني وليا الشرف اصلا ان انتوا تكونوا موجودين في قناتي. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا حبايب قلبي. قلبنا بقى الاستريبس بتاعنا كده وهنسيبه في التتبيلة دي حوالي مثلا ربع ساعة، ساعة، ساعتين، 3، يا سلام لو بيتيه في التتبيلة. لكن انا لما بكون مستعجلة بحب ان انا اعمل على طول. وهنا طبعا انا عايزة اقول لكم ان انا بنظف وبعمل الغدا وبعمل الحلو لاولادي كله وانا واقفة في المطبخ، علشان نوفر على نفسنا وقت ونوفر على نفسنا مجهود. هنيجي بقى هنا نعمل ايه؟ نعمل لهم تحلية بسيطة كده اكافئهم يعني. طيب هتعملي ايه يا دودي؟ هعمل لهم جيلي. الجيلي ده يا بنات بتاع 5 minutes والباكت منه عامل 7 جنيه وربع. انا حطيت كوبايتين من المية السخنة، هبتدي افتح فيهم الباكيتين بتوع الجيلي وابتدي ان انا اقلبهم تقليبة كويسة. الاول احط مية يعني كوبايتين مية مغلية، وبعد كده نحط الكوبايتين المية الباردين. هو كل كيس بياخد كوباية من المية المغلية وكوباية من المية الباردة. عايزة اقول لكم اسرع واسهل طريقة للجيلي. لو عندك كتل هتعمليه، ما عندكيش كتل طبعا هتسخني مية على النار وتحطي فيها الجيلي. بس اول كيس تحطيه لازم تقلبيه كويس علشان بيبقى فيه جيلاتينة ما تلزقش في ارضية الطاسة او الحاجة اللي انت عاملة فيها وتبتدي تكلكع معاكي. بعد كده هنجيب البولات بتاعتنا. باكتين الجيلي دول بيعملوا حوالي 6 بولات كبار او 7، ولو طبعا بولات صغيرة هيعملوا معاكي حوالي 10 12 على حسب حجم البولة. انما هنا البولة كانت كبيرة معايا شوية فعملوا لي يعتبر 6 بولات ونص. بعد كده هجيب كده، كانوا كام موزة عندي حيرانين مش لاقيين حد ياكلهم، قشرتهم كده وقلت ابتدي ان انا احطهم على وش الجيلي يعني نعمله شكل حلو، ويبقى برضو عملنا تحلية حلوة وبسيطة ولذيذة. ما خدتش مننا وقت، ما خدتش مننا فلوس كتير. وطبعا انتوا عارفين ان الولاد بيموتوا في الجيلي وبيحبوه. تعالوا بقى هنا نعمل الكريب بتاعنا. وطبعا برضو زي ما قلت لكم احنا دايما بنعتمد ان احنا نعمل حاجات تكون سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مش مكلفة واقتصادية، علشان نبقى مش حارمين ولادنا من حاجة. انا هنا يا بنات زي ما انتم شايفين حطيت يعني سخنت الطاسة كويس، بعد كده دهنتها بدهنة من الزيت، وهبتدي اخد كبشة كبشة كده من الكريب. ودايما عجينة الكريب ما تخلوهاش تقيلة، لو لقيتيها زي ما انا عملت كده ولسه وقفت في نص الطاسة وما كملتش الباقي لازم تخففيها بشوية كمان من الميه. طب لبس الشتاء عشان بس ما انساش ان انا اكلمكم في الموضوع ده. في متابعه حبيبتي قالت لي المبلغ اللي بيتفضل في بيتي يا دودي مش كتير، فانا ما بقدرش ان انا اجيب لبس الشتاء بالمبلغ ده. عندكم حل من الاتنين يا بنات، يا اما تدوروا على الاستوكات، والاستوكات دي والله حاجات حلوه وانا عن نفسي شخصيا بجيب منها احيانا كتير، مش عيب ولا حرام وما بتكسفش ابدا. الاستوكات مش كلها بتبقى مستعمله، في منها حاجات بتبقى جديده يا بنات بالتيكت بتاعها. تقدري حضرتك تجيبي وسعرها بيبقى نص تقريبا سعر، يعني ممكن الجاكيت تجيبيه من الستوك ب 200 جنيه، تجيبيه من بره ب 600 700 جنيه. حضرتك ممكن تجيبي قسط، ممكن تشوفي مثلا محل او حد مثلا تتعاملي معاه قسط، تدفعي له المبلغ اللي معاكي وكل شهر تدفعي مثلا مبلغ معين. بس تحاولي تدوري على حد يكون بيبيع قسط ما يكونش بيغلي. في ناس يا بنات بتستغل القسط فبتأفور قوي في السعر بتاعه. حاولي تدوري على حد يكون سعره حنين شويه. دول حلين برضو مرضيين قوي. وطبعا في بقى انك انت تبتدي من دلوقتي مثلا لتجهيزات الشتاء او رمضان او العيد، تعملي جمعيه صغيره بالمبلغ البسيط اللي بيتفضل. مره على مره هتبصي تلاقي المبلغ البسيط ده في اخر الجمعيه مثلا بقى مبلغ محترم تعرفي تشتري بيه الحاجه لاولادك. بس انا بديكوا حلول مؤقته بما اننا خلاص داخلين على الشتاء، وفي طبعا حبايب قلبي مش هيقدروا ان هم يجيبوا لبس الشتاء كله مره واحده. طيب بالنسبة للخلطة الكريسبي اللي أنا عملتها دي يا بنات كانت عبارة عن معلقتين من النشا وأربع 5 معالق من البقسماط، وحطيت عليهم شوية من البهارات وبس على كده. طب إيه فايدة النشا هنا؟ أولا النشا مع البقسماط بيخلي البانيه ما يغمقش معاكي، بيديله طبقة مقرمشة كده حلوة قوي. أنا بحب إن أنا أعمله في الكيسة علشان ما بهدلش نفسي وفي نفس الوقت ما بهدلش أطباق والدنيا تحتاس معايا. أنا بحط كده القطعة جوه الكيسة، ممكن تحطي قطعتين 3 على فكرة عادي مفيش مشاكل. وتبتدي ان انت ترجي الكيسه كده يمين وشمال، هتلاقيها عملت كده زجزاج على القطعه بتاعتك. اللهم بارك يا بنات، والله الاكله دي النهارده عايزه اقول لكم ولادي من عشاق اصلا الكريب، يعني لو عملته لهم كل يوم مش هيزهقوا ابدا ان احنا بنعمله. بس طبعا بيبقى برضو لا بياخد مني وقت شويه، فانا يعني بفضل اعمله لهم كده كل شهر مرتين او 3 مرات على حسب الغزاله. هنا بقى جبت حله كده فيها شويه زيت مش كتير برضو زي ما انتم شايفين، يا دوبك مغطيين البانيه
البانيه حاجة بسيطة، وابتديت ان انا انزل فيها في البانيه بتاعي. الزيت يبقى متوسط الحرارة، ما تبقاش عالية قوي علشان ما ياخدش لون من بره والفراخ تبقى لسه نية من جوه. وادي الكريب بتاعنا طري، ولا حطينا له بقى لبن ولا بيض ولا تكلفة ولا اي حاجة خالص. حضرتك طبعا حابة تحطي لبن حطي، حابة تحطي بيض حطي، كل واحد يا بنات حابب يكلف الحاجة اللي هو بيعملها يعملها. انا بعمل لكم الحاجة اللي تكون اقتصادية وسهلة وبسيطة، حضرتك تقدري تزودي لها اي اضافة من عندك في سياق طبعا الموضوع بتاعها او المكونات بتاعتها، مفيش اي مشاكل خالص. نيجي هنا بقى للكريب بتاعنا. انا قسمت الكريبايه نصين، حطيت كده حبه من الكاتشب. طبعا الكاتشب ده اللي احنا كنا مشترينه في مشتريات الشهر، خلاص هم اخر حبه النهارده استخدمتهم، وان شاء الله باذن الله ننزل نشتري مع بعض مشتريات تاني ونشوف الدنيا فيها ايه. وبالنسبه لمشتريات الشهر يا ست الكل، قبل ما تروحي تشتريها افرزي الخزين اللي موجود في بيتك الاول، شوفي ايه الحاجات اللي موجوده عندك ومش محتاجه انك انت تجيبيها، وايه الحاجات اللي ممكن نجيب مثلا منها ونشيل. وكان في برضه متابعه حبيبتي قالت لي يا دودي انا معايا فلوس مثلا مبلغ معين، اجيب بيه حاجات دلوقتي هي عاملين عليها تخفيضات زي الزيت والرز والسكر، ولا اخلي الفلوس معايا؟ لا طبعا انا انصحك ان حضرتك تروحي تجيبي خزين وتشيليه. الخزين يا بنات بالذات السكر الايام دي، هاتوا له 10 كيلو مثلا من السكر ب 300 جنيه وشيلوهم، ده لو معاكم هاتوا 5 كيلو من السكر وشيلوهم. غير خزين الشهر، يعني انا بكلمك الزياده دي غير خزين الشهر. ليه بقى؟ هيجي علينا رمضان، هيجي علينا مثلا شهر نكون محتاجين نجيب حاجة مثلا للولاد، فمش هيبقى معانا فلوس مثلا نجيب خزين نطلع من اللي موجود عندنا. فالحاجات دي كلها بتفرق مع حضرتك. هنا خلاص كنت برش عليه رشة من الزيت كده واديته تحميصة خفيفة بعد ما قفلناه. اللهم بارك يا بنات، عمل 16 قطعة بالظبط. كل واحد من ولادي اخد 3 قطع، وانا اخدت قطعتين وباباهم خد 3، بس بنتي الصغيرة خدت 2. والحمد لله والشكر لله شبعنا وظبطنا. طب انتي خدتي 2 ليه يا دودي؟ انا عاملة دايت. لا انا يا بنات بحاول يعني الايام دي ان انا اقلل اكلي شويه، فما باكلش طبعا بالكميه اللي كنت باكلها في الاول. خلصنا خلاص الغدا بتاعنا وعملنا الحلو بتاعنا، ندخل بقى على بقيه المطبخ ونكمله. كل ده واحنا واقفين في المطبخ، خلي بالكم انا ما كنتش خرجت. بعد كده قلت بقى ايه، احط شويه هدوم الخروج بتوعي كده في الغساله. طبعا عايزه اقول لكم يا بنات ان يعني من اكتر الحاجات الحلوه اللي فعلا لازم تحمدوا ربنا عليها كل يوم، ستات البيوت اللي مش بيشتغلوا. والله فعلا انا لما بقعد في البيت يعني طبعا ربنا مدي لكل واحد البرد على قد الغطا، ولكن فعلا انك انت ما تكونيش بتشتغلي وتكوني قاعده في بيتك ومتفرغه ليه، دي في حد ذاتها نعمه كبيره نحمد ربنا عليها ليل ونهار. الستات اللي بيشتغلوا الله يكون في عونهم، الموضوع بيبقى صعب جدا، بيبقى دربكه فوق دماغهم جدا يعني. وان شاء الله باذن الله برضو هقول لكم انا بقسم ايامي ازاي، بمشي دنيتي ازاي، ويمكن اتكلمت معاكم في الموضوع ده قبل كده، بس لحد النهارده بيجي لي تعليقات عليه. وده طبعا بسبب ان حضراتكم في معظم الناس منكم مش بيكملوا الفيديو، مع ان انا عارفه والله ان انتوا كلكم ومتابعين الحلوين اللي بيكملوا معايا لحد هنا، انا عارفاهم بعرفهم من كومنتاتهم. انما في ناس اللي بتسأل مثلا الحاجه الفلانيه ما قلتيش عليها، دول بيبقوا ما كملوش الفيديو. فكملوا الفيديو معايا وانتوا ان شاء الله هتلاقوا كل اللي انتوا بتطلبوه مني انا بقوله لكم يا بنات. بالنسبه للميزانيات اللي اتطلبت مني، ميزانيه ال 2000 جنيه وميزانيه ال 400 وميزانيه ال 700 جنيه، انا ان شاء الله باذن الله هعملها لكم. بس بكره كده هعمل بقى فيديو مفاجاه ان شاء الله باذن الله. استنوا الفيديو لو ما نزلش بكره، عشان طبعا انا هكون مشغوله جدا. هينزل لكم يوم الجمعه باذن الله، هتتبسطوا معايا جدا. وزي ما انتم متعودين في القناة، شعارنا التوفير، حتى لو كنا بنعمل حاجة مغالية او مكلفة لازم نوفر فيها على قد ما نقدر. وست البيت الشاطرة اللي محدش يعلم عليها، اللي تقدر تمشي بيتها تحت اي ظرف، وتقدر تعمل اي حاجة في اي وقت وبأي إمكانيات موجودة عندها، هي دي اللي فعلا يترفع لها القبعة وأقول لها شابوه. شابوه لحضرتك إنك بتقدري تستوري بيتك، شابوه لأي أم عايزة تخلي ولادها مش ناقصهم حاجة. وطبعا أنا عارفة إن كل الأمهات ربنا يعني يديهم الصحة، كل الأمهات طبعا تعبانين، وكل الأمهات بيحاولوا إن هم يعملوا حاجة حلوة لأولادهم. بالنسبة لموضوع يا بنات التجاهل اللي كنا بنتكلم فيه امبارح، كان في متابعة قالت لي جوزي يا دودي تعبني جدا وبقيت بتخانق أنا وهو على طول. ما برضو يا بنات من ضمن الحاجات اللي قلنا عليها امبارح، وهي إن احنا نتجاهل. يعني جوزك موجود في البيت، اعملي له كل الحاجة اللي هو بيحتاجها، اكله وشربه وهدومه مكويه وكل حاجه هو عايزها اعمليها له. وانما انت تغيري في نفسك، حاولي تلبسي حاجه مثلا ما كنتيش بتلبسيها، حاولي تعملي تصرفات انت ما كنتيش بتعمليها. ليه بقى؟ ده هيلفت انتباهه. هو دلوقتي شايفك طول الوقت لابسه الطرحه، وطول الوقت لابسه العبايه، طول الوقت مثلا لابسه البيجامه،
خامة، لأ غيّري، اعملي حاجة مختلفة، حطّي مكياج مثلًا لو ما كنتيش بتحطّي. حتى لو أنتِ عندِك ولاد، ولادِك لازم يبقوا عارفين إن جوزِك ده ليه عليكِ حق زي ما هُم ليهم عليكِ حق، لازم يشوفِك في أحسن صورة وفي أحسن حال. حتى لو أنتِ كنتِ متضايقة وأنتِ كنتِ طبعًا أنا ما باقولش إن الزوج يا بنات ما عليهوش عبء، لأ هو عليه عبء، ولكن برضه الست تيجي على نفسها شوية. يمكن عجبني تعليق جدًا متابعة حبيبتي قالت لي إن الستات بيتحمّلوا أكتر من الرجالة. هُم فعلًا كده، الستات بيتحمّلوا أكتر من الرجالة، بس لينا وقت ولينا طاقة لمّا بنوصل للحد ده خلاص بنبقى طاقتنا نفذت وبنبقى مش مستحملين أي حاجة. فإحنا نحاول يا بنات نغيّر من نفسنا، نتجاهل أي حاجة بتأذينا، إن شاء الله بإذن الله ربنا يصلح ما بين إيديكم. ولو اتكلمنا في الموضوع ده مش هنخلص خالص، إن شاء الله بإذن الله بكرة أو بعده هاعمل لكم المفاجأة اللي قُلت لكم عليها، وهاكلمكم في موضوع بقى الرجالة الحلوين اللي ستاتهم مطلّعين عينيهم، إن شاء الله بإذن الله نتكلم مع بعض في الفيديو ده. طبعًا هنا خلاص أنا مسحت الحيطة زي ما أنتم شُفتوا، دعكت الرخامات كلها، دعكت التلاجة من فوق ومن تحت، فاضل بس من جوّه. قُلت من جوّه بعد ما أخلّص اللي هاعمله بكرة إن شاء الله بإذن الله نبقى نعملها برضه مع بعض. فيديو باحب إن أنا ما أقفلش الفيديو والله، بس باحب برضه إن أنا ما أطوّلش عليكم عشان وقت حضراتكم الثمين. عايزين ندعي لإخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم وفّق وسدد رميهم، وفرّق وشتت شمل اليهود، آمين يا رب العالمين. أتمنى يكون الفيديو عجبِك يا ست الكل، ما تنسيش تحطّي لي لايك، شيّروا الفيديو مع أصحابِك، أسيبكم في رعاية الله وحفظه، استنوني الفيديو الجاي، مع السلامة.